المستدامة، التحول الطاقي، والرقمنة والسيادة التكنولوجية. إننا نجتمع اليوم لهدف مشترك، أن نفكر معا في سبل تعزيز المردودية العلمية والبحثية لجهة فاس الناس، وهي مناسبة لتسمين الدور العام الذي تطالع به الجهة في دعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار عبر مجموعة من البرامج والمشاريع المهمة، والتي من أبرزها الجائزة الجهوية للبحث العلمي. إن إطلاق هذه الجائزة يرون خلق دينامية جديدة داخل الوسط الأكاديمي تقوم على التنافس البناء والتقدير المستحق للعمل الجاد، بما يعزز مكانة الجهة كقطب المعرفة والبحث العلمي المتميز. فهذه الجائزة لم تأتي من فراغ، بل هي ثمرة تفكير عميق وتشاور موسع مع الفاعلين في الحقل الأكاديمي والبحثي، وتستهدف بالأساس تحفيز الباحثين والباحثات خاصة الشباب منهم عن الانخراط في دينامية البحث العلمي الجاد والهادف، وإبراز نتائج أبحاثهم والتمييزها بما يخدم تنمية الجهة في مختلف القطاعات الحيوية، من فلاحة وصناعة وتقنيات حديثة وصحة وبيئة وتراث وثقافة وغيرها من المجالات التي تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. حضرات السيدات والسادة، إن البحث العلمي يكون طرفا فكريا، بل أصبح اليوم رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشرطا محوريا لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود. ومن هذا المنطلق فإن هذه الجائزة لا تندرج في إطار الاعتراف بكفاءات الجهود التي يبذلها الباحثون فقط، بل تهدف كذلك إلى خلق دينامية جهوية محفزة وتشجع على التوليد وتدعم المبادرات العلمية ذات الأثر المباشر على واقع المواطن وعلى أولويات التنمية الجهوية. وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نشهد انخراط مختلف الشركاء المكتسبين من جامعات ومراكز بحث ومؤسسات علمية في هذا الورش الطموح، الذي يأمل أن يشكل تقليدا سنويا يسهم في توطيد جسور التعاون بين الإدارة الترابية والمجتمع العلمي، ويعزز من تموقع الجهة كمجال رائد في ابتكار المعرفة. حضرات السيدات والسادة، لا يفوتني في هذا المقام تحيي عاليا كل الباحثين والباحثات الذين يبذلون جهود متواصلة رغم الإكراهات لإنتاج المعرفة وتطوير حلول عملية لمختلف التحديات التي تواجه مجتمعنا، كما توجد الخالص إلى كافة المتدخلين الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، داعيا إلى مواصلة التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المبادرة وضمان استمراريتها وتأثيرها الإيجابي سواء على المدى المتوسط أو المدى. حضرات السيدات والسادة، إن مجلس جهة فاس الكاس يدير هذه الجائزة اليوم، فإنه يراهن على جعلها مناسبة سنوية متجددة وفرصة للتناقش الشريف والبناء بين الباحثين والمؤسسات الجامعية من أجل تفسير ثقافة البحث والابتكار كإحدى الركائز الأساسية لمجتمع المعرفة، كما يتطوع المجلس من خلالها إلى إرساء شراكات فعالة مع الجامعات والمختبرات ومراكز الدراسات لتعزيز جسور التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والدولي. إننا ندعو جميع الفاعلين من جامعات ومراكز بحث ومؤسسات حكومية وخاصة إلى مواصلة التعاون والتنسيق من أجل دعم هذه المبادرة وضمان استمراريتها وتوسيع أثرها، بما يعود بالنفع على الباحثين ويكرس مكانة جهة فاس الناس كقطب علمي ومعرفي رائد
يحفظ الكفاءات وطاقات واعية. حضرات السيدات السادة، ختاما استغل هذه المناسبة للعبر عن الشكر الخاص للسيد رئيس جهة فاس والكاس، كما أشكر السادة رؤساء الجامعات ورؤساء المصالح المملوكة على العمل الذين يقومون به كبرات الوقت في جهة فاس والكاس في إطار مقاربة تشاركية نفتخر بها داخل هذه الجهة ونسعى لتأسيسها.